جرام البن البرازيلي على 70 الكولومبي على 50 هندي ارابيكا. جرب لنا دي كده في فيديو وقارنها بالبن العميد الكويتي. بص يا جماعه، انا ما بحبش موضوع المقارنات ده، الكواليتي اللي بينزل بره غير الكواليتي اللي في مصر، بس تعالى اما اقول لك ان دي ممكن تكون مقاربه شويه للموضوع، يعني تمشي. 100 جرام من البن البرازيلي اللي هيخلينا القهوه كريمي جدا. 70 جرام من البن الكولومبي اللي هيدي القهوه مزازه كده ويحسسك ان انت بتشرب قهوه مستورده بالفعل. 60 جرام من البن الهندي الارابيكا اللي بجد بيديك طعم الفروت كده وريحته ريحه الفواكه، وفي نفس الوقت طعم الشوكولاته في اخر درجات الوسط، فبصراحه اختيار ممتاز. فنحط 50 جرام. 50 جرام من البن الحبشي اللي بيخلي ريحه القهوه حلوه جدا، وبصراحه الخلطه دي توب بصراحه، وانا مش معترض عليها في اي حاجه. انا مش عارف بقى انت عايز تحوجها ولا لا، بس انت قلت لي جربها، فانا بصراحه خلطه زي دي احب اجربها ساده جدا، فهدي لها تقليبه واروح اطحنها وبعدين هجربها واقول لك رايي فيها ايه. ريحتها قويه جدا جدا جدا، فتعالى ناخد منها كده معلقتين. شايف اصلا؟ شايف؟ تحفه بجد. تعالى ناخد منها معلقتين كده. تمام، نحط سنه ميه بسيطه، هندي لها تقليبه. تمام، مع سنه ميه ثانيه بسيطه وهندي لها تقليبه. يا جماعه بجد انا مش عايز اقول لكم ان ريحتها من كتر ما هي حلوه انا هاخدها معايا البيت وانا مروح. بعد كده نكمل الكنكه تلج على نار هاديه خالص. هننزل بكنكتنا نرجع لكم وهي بتتفرج. انا ممكن اعملها واسيبها كده واقعد استمتع بريحتها، تحفه بجد ريحتها. خطيره. انا كعلاء فوده والله العظيم والله العظيم ما اقصد حاجه، انا مش فان خالص للعميد الكويتي، يعني انا ما بحبوش. انا دي بالنسبه لي اقسم بالله اعلى منه بكتير كطعم بالنسبه لي. القهوه رغبات، حاجه ما تعبوش وحاجه ما يعني طبعا هو براند عالمي ما حدش يقدر يجي جنبه في حاجه. طبعا انا مش منافس ليه اصلا عشان اقول عنه كده، بس قهوته ما بتعجبنيش شخصي. طبعا بتعجب ناس كتير جدا ومبهوره بيها، بس انا دي